كلنا بنكتب جمل بالإنجليزي، بس يا ترى إمتى نضع النقطة في آخر الجملة؟ سؤال محير. ركز معايا. النقطة الصغيرة دي شكلها بسيط، لكنها بتفرق بين جملة مفهومة وجملة ملهاش معنى. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض إمتى نستخدم النقطة بالظبط وبطريقة سهلة وممتعة. Let's go. punctuation. الفول ستوب. الجزء الخاص بينا في البنكتويشن النهاردة هو إمتى نضع نقطة. هقولك ان احنا بنستخدمها في اول حالة we use a full stop at the end of a complete sentence. نستخدم النقطة في نهاية الجملة الخبرية، الجملة التي تعطينا معلومة، زي I like English، انا احب اللغة الانجليزية. كمان بنستخدمها at the end of the imperative sentence في نهاية الجملة الامرية، زي open your book، افتح كتابك. كمان بنستخدمها we also use a full stop after abbreviations. كمان بنستخدمها بعد الاختصارات، زي لما اقول كده دكتور علي is my teacher، انا حطيت بعد الدكتور الفول ستوب ليه؟ لان ده اختصار. تمام. وده كان شرح بسيط لامتى نضع النقطة في الجملة بالانجليزي. لو فهمت القاعدة جرب تكتب لي مثال في الكومنتس. See you in the next video.